السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، وعارفة طبعا ان انا وحشتكم لان انا بقالي فترة طويلة جدا ما بنزلش فيديوهات عشان ما كانش في حماس يعني ان انا انزل فيديوهات بصراحة. بس مع حلول ان شاء الله باذن الله رمضان، افتكرت بقى ايام ما كنت بنزل يعني مش هطول عليكم. فالمهم نفسي اتفتحت تاني وقلت مش هحرمكم مني اكتر من كده. النهارده بقى بعيد عنكم نزلت هايبر بقى. قبل ما نبدأ كلام في الفيديو، ما تنسوش بقى تحطوا لايك عشان هتنسوا بقى والكلام ده كله عشان الفيديو يترفع. ويا ريت لو كومنت حلو منكم كده، اي تعليق سلبي ايجابي عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا، تو ماتش يعني. وعارفة طبعا ان انتم مفتقديني جدا. اليوتيوب بايظ من غير، انا عارفة الكلام ده كله. فانا رجعت لكم بنوعيه الفيديوهات اللي انتم بتحبوها، وهي المشتريات. وطبعا مع غلاء الاسعار اللي احنا فيه وان احنا مضطرين ننزل نشتري عشان رمضان قرب ان شاء الله باذن الله يعني. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله باذن الله ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. فقلت كده انزل كده هايبر، اشوف ايه الاخبار. وقلت بقى اكيد مش هلاقي الدنيا زحمه قوي لان انا بقالي فتره مش بروح هايبر، بجيب من الناس حواليا هنا. بكسل يعني اروح هايبر بمعنى اصح. وقلت يمكن هنا الاسعار تبقى كويسه، فقلت بقى انزل اشوف هايبر والدنيا ايه عامله ايه، لان ساعات هايبر بيبقى منزل ايه، يعني ايه مستويات. مثلا كيس رز ايام ما كان ب15، في كيس رز ب18، في كيس رز ب20. فقلت ايه كل واحد بيلاقي اللي يناسبه، فقلت انزل اشوف هايبر فيه ايه. يعني انا رحت بقى لقيت هايبر، يعني لقيت الناس لو كان هايبر بيوزعوا الحاجه فيه ببلاش كنا هنلاقيه هادي عن كده، كنا هنلاقيه رايق عن كده. لا ده زحمه جدا جدا جدا. الدور بتاع المأكولات كلها طبعا عشان رمضان، بسم الله ما شاء الله، الناس بتجيب بكميات كبيره جدا. مش هاممها الاسعار ولا الكلام ده كله. هو طبعا يعني الناس مش هتاكل، بس الكميات بقى هي دي اللي بتغلي الاسعار. اما اروح اجيب بالعشرة 20 كيلو لحمه، طب ما اللحمه هتغلى، اللحمه كل يومين ثلاثه بتغلى اصلا. عامه يعني انا هقول لكم الاسعار وهقول لكم الدنيا فيها ايه. بالنسبه للحاجه اللي انا اشتريتها يعني، اول حاجه اشتريتها هبدا معاكم بالمأكولات. انا ما جبتش حاجات كتيره يعني، دي حاجات كماله على الحاجات اللي عندي في البيت، تكمله يعني على الحاجات اللي عندي في البيت. اول حاجه جبتها جولدن الفا، ده زيت 700 مللي ب 42 وشويه، نقول بحوالي 43 جنيه. جبت مكرونه، انا ما كنتش واخده بالي ان دي مكرونه مصريه، انا لقيتها شكلها جديد يعني الكيس بتاعها شكله جديد، قلت اما اجربها. طلعت ان هي مكرونه مصريه دي. اللي خلاني اجيبها بصراحه ان الكيس 500 جرام مش 350 زي الانواع التانية يعني. جبت منها النوع ده والنوع ده ب 12 ونص، الكيس ب 12 ونص، نص كيلو. جبت بقى بالنسبه للرز عشان اصلا في ازمه اليومين دول في الرز. عاملين لو خدتي كيس رز من ده 5 كيلو، كل فرد كيس واحد بس، مفيش اكتر من كده. ده 5 كيلو رز زمزم، هما تقريبا النوعين دول، ده والفول فاليو، هما بس اللي موجودين في هايبر يعني. حتى كذا حد قدامي حب ان هو ياخد كيس واثنين وثلاثه، ما رضيش الولد، يعني الولد هو اللي واقف بيدي، مش اي حد ياخد الرز ويمشي، بيشوف اللي جه وعايز ياخد تاني مش بيديه. ده كيس زمزم 5 كيلو ب125. طبعا احنا عارفين الرز ساعات بيوصل ل26 بره، يعني احنا مش عارفين ولو لقيتوه يعني. ولا التاني واقف توب فاليو، الكيس ب25. جبت كيسين، كل فرد كيسين 2 بس، فانا جبت 5 من ده وجبت كيسين من ده. قلت ايه محدش عارف بكره في ايه والدنيا هتوصل لايه يعني. دقيق، دقيق المطعم ب18 ونص برضو متهيألي كويس، بره الكيس بيتباع ب22 جنيه. جبت كيسين. جبت ايه تاني؟ جبت، كنت محتاجه جبنه موتزاريلا عشان هعمل بيتزا. جبت ايطاليانو، انا كنت عايزه اجيب بصراحه اللي هي تبع هايبر وان توب فاليو تقريبا. بس لقيتها حاطين كيس 2 كيلو على بعضه، يعني ما فيش اكياس مثلا كيلو، كيس نص اجربها. بس انا سمعت ان هي كويسه جدا. كانوا حاطين الكيس ال 2 كيلو ب 228، وحسيت كمان ان هي تقعد عندي فتره طويله لان هي 2 كيلو. قلت ان شاء الله على اخر الشهر كده قبل رمضان هحتاجها كتير فهروح اجيبها. جبت ايطاليانو قلت اجربها. وجبت جبنه لافاش كيري ال8 قطع دي ب 32 ونص. ايه احلفي بالله دي ب 32 ونص او ب30 يعني في الرينج كده ب 8 جنيه. جبت 8 جنيه من كام سنه.
جبت جبنه رومي مبشوره برضو احطها على البيتزا، بتبقى حلوه قوي مع الجبنه الموتزاريلا، بتديها طعم. ده كيلو سعره 150 جنيه، انا جبت 200 جرام 216، يعني عمل حوالي 33 جنيه، يبقى جبنه لافاش ب30. جبت عرض زبادي ميكس جهينة 5+1 هدية ب29 ونص، ب28، لا ب27 ونص، يعني ب28. جبت باكو شاي كابوس ب9 جنيه. بحب اجيب الاكياس الصلصة دي عن البرطمانات، لان البرطمانات يعني بتقعد عندي برضو حبة، ووشها بيبوظ، بيبقى فيه كده حاجات مش كويسة على الوش. فانا بحتاج الكيس انا اصلا بستعملها المكرونة، اكتر حاجة بستعملها الصلصة دي المكرونة. جبت كيسين فاين فودز، الواحد ب3.5، وجبت هارفست دي الواحد ب2.25، ماشي، ونفس الحجم تقريبا. ده بالنسبة للحاجات بتاعة الاكل. نيجي بقى لاهم حاجة اللي انا اصلا رايحة عشانها، المنظفات. جينا المنظفات بقى، جبت اول حاجة كيس اريال بلمس الدوني كيلو ب40 جنيه، بحتاجه بقى في غسيل السجاد. ساعات بحطه مع الصابون بتاع المواعين، لو في مثلا سمك، لو في اكل مثلا ليه ريحه ولا حاجه، بيخلي اساسا انتوا لو عملتوا كده، لو الصابون مثلا ما بيرغيش قوي، او في حاجه زي ما بقول لكم زي سمك او حاجه قويه كده، حطوا معاه شويه اريال، ما فيش ريحه تانية هتشميها في المواعين اصلا، بينضف جدا جدا يعني. وبرده ساعات بحطه في المسح. جبت بقى اريال اوتوماتيك. انا بصراحه ما بيعجبنيش الا الاريال، يعني انا جربته كل حاجه يعتبر. اريال الجل حلو كل حاجه، بس في حاجات ما بتنضفش. التايد كنت عايشه على التايد، ما بقاش حلو، ما بقاش ينضف كويس. فانا بقيت بصراحه اقول ايه، بدل ما اجيب تايد واجيب كلور الوان، طب ما انا اجيب اريال على طول. بس برضو ما بستغناش عن الكلور الالوان، لو في حاجه فيها بقعه قبل ما احطها في الغساله لازم احط عليها شويه كلور الوان تنضف، لكن لو اتغسلت وبعد كده حطيت عليها كلور الالوان مش هتنضف. ده كان انا اساسا مش بجيب ال6 كيلو، انا بجيب ال4 كيلو بقى، من ساعه ما الاسعار غليت كده بقيت اجيب 4 كيلو، هو بيكفيني في الشهر، بحاول اظبط نفسي على كده وخلاص. لكن انا رحت لقيت ال4 كيلو ب222، انا الشهر اللي فات جايباه ب185، ورحت سعودي من كام يوم لقيته ب243 ونص، واللي بلمس الدوني ب251 ونص، فاتصدمت يعني ازاي زاد حاجه و70 جنيه في اقل من شهر. فسالت المندوبه اللي واقفه بتاعت اريا، قلت لها مفيش عروض على اريا؟ قالت لي في عرض على 6 كيلو ونص ب267 تقريبا. بس ده مش بدوني، ده ده باللافندر. باللافندر، هو دوني ولافندر زي بعض اهو. مسحوق اوتوماتيك باللافندر كان ب350 جنيه، وعملوا عليه خصم 62 جنيه ونص، بقى ب200 حاجه و60 تقريبا يعني. بالنسبه ل6 كيلو ونص فرق 40 جنيه، وفرق 2 كيلو ونص، فطبعا ده كده موفر جدا. جبت فيبا حلو جدا، انا بحبه بصراحه، وبيبقى ارخص طبعا شويه من البريل والكلام ده، بس برضو جميل ورغوته تحفه وريحته تحفه. ده عرض 4 لتر، ازازه 4 لتر بالليمون، وعليها ازازه 2 لتر بالليمون الاخضر، ليمون اخضر. انا بحب بصراحه اي صابون سائل اخضر، مش بحب اصفر، بس هم حاطين اصفر وحاطين اخضر. العرض ده ب75 جنيه، برضو الشهر اللي فات كان بحاجه و50، يعني الاسعار ما بتلحقش تشم نفسها، او احنا بمعنى صح ما بنلحقش نشم نفسها. ده ملمع زجاج وي، ازازه وعليها ازازه تانية، ازازتين يعني. العرض ده ب30 جنيه، وكان في نوع تاني اسمه بيور نفس السعر. ده الصابلون، فاكرين الصابلون بتاع زمان؟ الكلمة دي اكيد كذا حد عارفها. زي الديتول كده، مطهر برضو، حلو للتويلت والمسح والكلام ده كله، ومكتوب طبعا استخداماته: جروح، خدوش، لسعات ولدغات الحشرات، كل دي برضو بينفع فيها. طبعا يخفف قبل الاستخدام، مكتوب كده. صابلون ده ب22 جنيه بدل 44، نزل عليه خصم 50%. بليدج بتاع الخشب، ده الاصلي مكتوب عليه كده، ده ب50 جنيه، برضو غالي جدا. عاملين عرض على الكلور الابيض والكلوروكس، الازازتين دول ب26 جنيه. جبت كلور الوان، كيس كلوروكس ده ب18 جنيه، عليه 50 مللي زياده. الازازه
ب 28. جبت مناديل تمارا دي انا ما استعملتهاش قبل كده، اول مره استعملها، بس اختي قالت لي يعني ان هي حلوه، استعملتها قبل كده. دي 500 منديل ب 43، لان انا لقيت بصراحه اسعار المناديل استهبال قوي. الباكيته تلات اكياس برضو 550 منديل ب 63 وشويه، واللي عليها بقى رسمه رمضان زي الخياميه كده، عشان الرسمه بس ب 89 جنيه وشويه، يعني بتاع 90 جنيه. بس دي طب 500 ما انا مش اجيب بقى 500. علبه اللي هي فيها الخياميه والكلام ده، واحط فيها المناديل وخلاص، وتبقى عندي اشيلها السنه الجايه. لكن عشان غيرت الكفر مفيش رحمه، والله العظيم بجد. بقول لك دي 500 مش رايحه 500. بينا على فين يا مصر؟ يا بنتي دي 500 مش 500. 500 ايوه دي 500 منديل، يعني دي الفرق ان هي 500 منديل. جبت مناديل التويليت دي فاين، اكس لارج. يعني ايه الرولين دول؟ كانهم 4 ماشي. مكتوب 2 رول يساوي 4 رولات، يعني المناديل نفسها سميكه، طبقتين او حاجه زي كده. دي ب 18 جنيه، مع ان كان مكتوب عليها 9 يعني، بس دي طلعت ب 18 جنيه. جبت اللي هو عاديها بزبدة تاني. الشيا، هيربال سensation لا حليب وخيل. هيربال سensation ده يعني ايام ابو حرحر، عارفه ابو حرحر الله خلاص يرحمه. سيبيها وعديها تاني من الاول. جبت شامبو سensation لقيت عليه يا عرض. بنتي اسمه هيربال سنسيشن. جبت شامبو هيربال سensation لقيت عليه عرض، قلت انت اجيبه بقى، لا انتوا عارفين انا بجيب العروض. سيبيه شفتوا وحطيه فيلم تاني. تيتا يا بنتي رهيبه؟ اسمعي في كلام. ايه؟ سيبيها وامسكيها تاني وعدي من الاول. 3 2 1. جبت شامبو هيربال هيربال سensation يا بنتي بزبدة الشيا، قلت اجربه. زبدة الشيا حلوة، بتلطف الشعر يعني. ده كان بحوالي 33 جنيه. بصوا بقى، جبت الفيف ده، كانت ماما جايباه وكان حلو قوي معاها، فقلت اما اجربه. ده بلسم، بس الازازة اتكسرت مني للاسف، وهروح اخرب الدنيا في هايبر وهقفل لكم هايبر، يعني اخد ازازة بلسم مكسور ب 58 جنيه. يلا مش مسامحة. لو جبت كريم جونسون مرطب بالجليسرين للبشرة الجافة، عشان ساعات بعد ما بنغسل مواعين ايدينا بتقشف كده، انتوا مش غرب بقى. فجبت كريم جونسون ده ب 22 جنيه، كمل لي 100 جرام. ده 100 جرام. مليكة بقى قالت لي عايزة يا ماما معجون سنان بتاع الأطفال، هي شافته فعجبها خدته. في معجون سنان اسمه فاشز كيدز ستروبري فليفر بطعم الفراولة. المهم بقى ايه، انا قلت اما امسي عليكم بالفيديو الجميل ده. فيديو خفيف لطيف ظريف كده. في بقى اسعار عايزه اقول لكم هايبر. بالنسبه لليميش بتاع رمضان، انا هحاول ان انا ان شاء الله اصور لكم، ان انا مجبتش لسه حاجه من الحاجات دي. في اسعار يعني، في بلح من اول 13 جنيه البلح الناشف لحد مثلا 60 70 80 جنيه كيلو، وكل واحد على قد ما يقدر يجيب، وكل واحد واللي جرب. مثلا انا جبت مره من ابو 13 جنيه، ده حلو مش وحش. في بلح اللي هو الراتب ده، في منه اللي هو التمر، في منه ب50، في ب60. انتوا بقى هتمشوا في حاجات سايبه على فكره، تعبوها بالكيلو انتوا بايديكم، مش مغلفه. في مثلا اكياس اللي هي توب فاليو، كيس المشمش 200 جرام ب 80 جنيه. في مكسرات يعني ايه معبيينها كده. ان شاء الله باذن الله اعمل لكم فيديو لليميش لوحده غير ده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك واشتراك بقى في القناه، اهم حاجه اللي مش مشترك فيها. ويا ريت كومنت كده منكم وقولوا لي الاسعار ايه رايكم فيها، كويسه ولا انتوا عندكم حاجات ارخص من كده. وكل سنه وانتم طيبين.